بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم مع الجديد في الغزل والنسيج. في عام 1974 جامعة نورث كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية عملت بحث عن الخيوط المستخدمة في الفوط، خاصة عملوا مقارنة ما بين خيوط الأوبن إند، طبعا أوبن إند 100% قطن، والخيوط الحلقية، استخدموا الخيوط المسرحة. أهم خاصية في الفوط هي خاصية امتصاص الماء. في بعض الخيوط بيبقى فيها زيوت وتشميع وديت بتعمل إعاقة في امتصاص الماء. استخدموا بعض الخواص الفيزيائية. أهم خاصية أدام في امتصاص للمية، المية دي فلويد، فهنقول حاجة في الفيزياء اسمها التوتر السطحي. أدام في مية ده سائل وفي خيط، ففي حاجة اسمها التوتر السطحي. عندنا قوتين لامتصاص الماء. في قوة اسمها قوة التماسك ما بين جزيئات الماء وبعضها، ما بين السائل والسائل. وفي قوة التلاصق، ودي اللي بنركز عليه. يعني ايه قوة التلاصق؟ ادام في مية وفي سطح الخيط، يبقى في قوة اسمها قوة تلاصق ما بين السائل اللي هو المية اللي الفوطة هتمتصه على الخيط وما بين السطح بتاعه. يبقى عندنا أهم قوتين في الامتصاص هو قوة التماسك وقوة التلاصق. دي أهم حاجة احنا عايزين نعرفها ونركز قوي. خلاص، قوة التماسك دي خلاص متزنة، المحصلة بتساوي صفر. قوة التماسك يعني جزيئات المية مع بعضها، القوة دي بتساوي، المحصلة بتاعتها بتساوي صفر. لكن قوة التلاصق اللي احنا نركز عليها ديت هي اللي بتحدث فيها توتر سطحي. لذلك انت بتجد سواء في الصباغة بتاعت الفوط في بعض اللي على السطح بتاع الخيط ما امتصتش بسبب نظرية التوتر السطحي اللي موجودة في الفيزياء. طيب لو فسرنا ظاهرة التوتر السطحي بيسموها النظرية الجزيئية. نفترض ان الخيط ده عبارة عن اناء، شايفين الجزيئات بتاعة المية اللي تحت اللي في قلب الخيط هي جزيئات المية او جزيئات الصبغة. نفترض اي موائع او اي فلويد، الايه ديت اللي هي الجزيئات اللي هي قوة التماسك. نلاحظ ان المحصلة بتساوي صفر، لان اللي على اليمين وعلى الشمال واللي فوق واللي تحت هي فلويد، هي جزيئات مع بعض، فالمحصلة بقوة التماسك بتساوي صفر. طب تيجي نطلع على بي بقى، على السطح بتاع الخيط. سطح الخيط بنلاقي القوة اللي تحت بيحصل فيها اتزان، لكن فوق في هوا يبقى بيحدث فيه فري. فقوة التلاصق ده هي القوة الفوقانية ديت بتاعت ظاهرة التوتر السطحي اللي هي موجودة على جزيء الماء والسطح الخارجي بتاع الخيط. ديت أهم قوة اللي هي قوة التلاصق. طيب احنا بنلاحظ ان المية بتنجذب لتحت عن طريق قوة الجاذبية. طيب الفري دي بقى ديت هي اللي بتعمل مشاكل في الامتصاص، او امتصاص المية او امتصاص الصباغة. فحدث ظاهرة اسمها زاوية التلامس اللي هي بتاعت السطح. تخيل كده المية ده هي موجودة على سطح الخيط أو سطح صلب أو سطح أي حاجة، في زاوية، دي أهم زاوية هي اللي بتحدد البلل. احنا قلنا أهم خاصية في الفوطة خاصية الامتصاص، يبقى احنا نفسر ظاهرة التبلل. يبقى ظاهرة التبلل اللي بتحددها الزاوية بيسموها ألفا أو سيتا. الزاوية دي كل ما كانت الزاوية ديت أقل من 90 درجة كل ما الامتصاص بتاعها تبقى عالي. أهو بدأنا نستخدم الفيزياء في مجال الغزل والنسيج. وكل ما الزاوية ديت أكبر من 90 كل ما الامتصاص بتاعها يبقى قليل. ديت يبقى أقل من 90 درجة بيسموها أو بتوع الفيزياء بيسموها عموما في حصل فيه تبلل أو حصل فيه امتصاص أو حصل فيه بقعة. طيب زاوية التلامس دي أكبر من 90 درجة ديت يبقى ما فيهاش، مش هيمتص عموما أي سائل. فالجامعة
استخدمت الفيزياء أو الفلويد عموما أو المواقع مع الغزل والنسيج. يبقى النظريات الرياضية اللي هي بتوع الفيزياء بيستخدموها، اللي لهم تعالوا نطبقوها على الخيوط. لو زاوية التلامس يبقى أدام في بلل، يبقى في حاجة اسمها التوتر سطحي، وفي زاوية التلامس لو أكبر من 90 الفوطة أصلا مش هتمتص، لو أقل من 90 هيحدث في الخيط فيه امتصاص. وديت الجامعة عملتها من سنة كام؟ من سنة 1974، وفسروا الخاصية الشعرية اللي موجودة في الخيوط. وسبحان الله النبات عموما، يعني مثلا تجد ان ساق النبات ده المية دي بتطلع فوق ازاي من الساق، بتاخد المية من التربة للساق عن طريق الخاصية الشعرية. تخيل دي الأنبوبة، هي دي الخيط اهي الموجود، او الساق بتاع النبات تلاقيه مرتفع، المية بترتفع عن مستوى التربة، ودي قانون من قوانين الطبيعة. الخيط برضو كده، الخيط عموما بيحدث فيه توتر سطحي على سطحه عموما. فتجد بعض خاصة في الصباغة، هو ليه بيعملوا غلية في الخيوط أو في الأقمشة؟ لأنه بيكسروا ظاهرة التوتر السطحي عشان يحدث فيه، بيقولوا إيه، الصبغة زي المية، يعني الخيط بيمتص كويس. لو ما حدث فيه غلية مش هيحدث فيه كسر لظاهرة التوتر السطحي. تجد ان المية ليها خواص، الزئبق ليه خواص، اي صبغة ليها خواص. يبقى احنا عموما شفنا، يعني خدنا شوية من الفيزياء او من المعلومات الفيزيائية وطبقناها على الخيوط. طيب احنا قلنا اهم قوة اللي هي قوة ايه؟ التلاصق. يبقى قوة التماسك خلاص دي محصلتها صفر. قوة بقى التلاصق ديت اسمها ايه؟ التوتر السطحي. وبين الرمز بتاعه بالرمز تي، بنرمز له بالرمز تي. التي ديت مرتفعة، نعمل تي كوزاين سيتا مثلا، تي كوزاين سيتا يبقى رأسي، لأن هي جاية مايلة بزاوية. طيب المحيط بقى بتاعه بيساوي قد ايه القوة؟ دي خدنا واحدة بس في الخيط. طب على سطح الخيط كله يبقى تي كوزاين سيتا. نجمع بقى ايه المحيط بتاع الخيط كله، يبقى إيه؟ طب المحيط بتاع الخيط او المحيط بتاع اسطوانة ده، نفترض ان الخيط دائري، المحيط بتاع الاسطوانة بيساوي 2 باي ار، عشان نقدر نعرف محصلة القوة عموما. يبقى 2 باي ار في التي كوزاين سيتا، يبقى ديت محصلة قوة التلاصق اللي موجودة على أي خيط. طيب في أثناء الصباغة أو في الامتصاص عموما بتاع المية، نجد إن تعالوا نشوف قوة وزن السائل اللي هو امتص فيه الخيط أو امتص فيه الأسطوانة. احنا قلنا احنا بنجيب المعادلات الرياضية الفيزيائية وبنطبقها على مجالنا، مجال الغزل والنسيج. يبقى احنا قلنا أهم حاجة بتأثر على الامتصاص الزاوية، زاوية التلامس. طيب وقلنا في قوة مهمة جدا اسمها قوة التلاصق ما بين السائل والخيط، لأن ده نوع حاجة تانية سائل وحاجة تانية مختلفة وهو سطح الخيط. طيب تعالوا بقى نشوف الوزن بتاع أصلا المية أو بتاع الصبغة اللي موجود تحت في الجزء في اللب ده اللي بيسميه بي دوت، بيبقى ثابت. اللي موجود في ال على السطح تجد اللي هو موجود بشبه دائري، يعني واخد زي قوس. طيب الوزن اصلا عموما بتساوي الكتلة في عجلة الجاذبية، يبقى البي زائد الاي في الجي. عشان يحدث في اتزان في عملية الصباغة او عملية الامتصاص، يبقى نشوف يبقى قوة التلاصق بتساوي قوة التماسك عشان يحدث فيه امتصاص للفوطة أو امتصاص في الخيوط عموما. يبقى 2 باي ار تي كوزاين سيتا بتساوي البي زائد الاي
في عجلة الجاذبية الأرضية. ومن مفهوم الكتلة أصلا، يعني إيه الكتلة عايزين نجيبها؟ قلنا في الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم، يبقى الكتلة بتساوي الكثافة في الحجم، ونشيل البي زائد ايه ونعمل معادلة بسيطة. هو ده الجامعة بتاعة نورث كارولينا عملتها في مجال امتصاص الخيوط للسوائل وخاصة المية، ودي عملته من سنة 1974. طبقته على الخيط، ادي الخيط وكثافة المية، ودوت المحيط المبلل اللي هو بيحدث فيه توتر سطحي، وشايفين الزاوية هنا اقل من 90 درجة، وشفنا ان الارتفاع عشان نقدر نحدد منه. وديت المعادلات اللي هي عملتها الجامعة او الباحثين عملوها عموما زي ما احنا قلناها في المجال الفيزيائي، ويطبقوها على مجال الخيوط بحيث اللي هم يحددوا ايه اللي بيأثر على مجال امتصاص الخيوط للمية او للسوائل عموما، او بيسموها ايه، يبقى طبقوا الفلويد. ما احنا عشان نفهم اي نظرية عموما في مجال الغزل والنسيج او اي مجال لازم نطبقها بصيغة رياضية. فالجامعات او العلماء خدوا المعادلات الفيزيائية او المعادلات الطبيعية الموجودة في الكون عموما، زي الخاصية الشعرية الموجودة في النبات اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لامتصاص النبات، وبدأوا يطبقوها في مجال الغزل والنسيج. ونشوف من المعادلات دي عموما ايه اللي بيأثر على امتصاص الخيط للمي. وطبعا دي طبقوها في مجال القطن، انا ما قلتش بوليستر، ما جبتش سيرة البوليستر خالص، فدي طبقوها. نجد ان اهم حاجة بتأثر هو نوع السائل. الفوطة عموما الاستخدام الرئيسي ليها هو الامتصاص، فأهم حاجة الامتصاص هي الزاوية بتاع التلامس، الوتر والفابريك. لاحظوا ايه بقى في النهاية، ان عشان الزاوية، مش احنا قلنا زاوية التلامس، يبقى التويست مالتبلاي اللي هي عدد البرمات او قص البرم عموما كلما كان قليل كلما كان الامتصاص عالي. ويارن ستراكشر سواء اوبن اند او حلقي، ان وجدوا ان عشان الزاوية دي الاوبن اند امتصاصه اعلى، الحلقي اقوى في المتانة، لكن امتصاص الاوبن اند في المية او في الصبغة عموما دوت الامتصاص بتاعه احسن من الحلقي. فاحنا بنقيس الفلويد ديت عن طريق المدة المعينة بتاعة امتصاص السائل او امتصاص الخيط الفايبر للسوائل. فجابوا خيط حلقي للسدة واستخدموا خيط اوبن اند للحم. عمل تجربة 4 تجارب، وجاب خيط حلقي للسدة، جاب خيط حلقي للسدة وخيط حلقي للحم، وخيط حلقي للسدة وخيط اوبن اند للحم، وخيط اوبن اند للسدة وحلقي للحم، واوبن اند مع اوبن اند سدة ولحمة. اتضح ان اما تبقى الارضية او خيوط السدة حلقي واللحمة اوبن اند 100% هي افضل حاجة في مجال الفوط عموما، اما يبقى الاوبن اند شغال كويس. واتضح كذلك وايضا ان الاوبن اند اعلى امتصاصا للماء من الخيوط الحلقية. تحياتي مهندس محمد